طب يا جدعان عاملين ايه؟ بعيد عن اي فلاتر يا جدعان، انتوا عاملين ايه في الجو ده يا جدعان؟ انا عن نفسي متلج والله العظيم، انا مصور فيديو متلج. المهم يا جدعان خلينا في شرحنا النهارده. انا جايب لكم النهارده 45 فلتر جمدان. انا عارف كلكم لما شفتوا الفلاتر امبارح، يعني النموذج بتاع الفلاتر خلاص انتوا كنتوا عايزين الفلاتر في نفس الوقت، بس لازم انا اشوقكم كده، يعني لازم فاهمين. طبعا قبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله. وانت يا صاحبي لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي، انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. وكل اللي انا عايزه منك تكمل معايا الشرح كامل عشان تعرف تضيف الفلاتر الجامده دي يا صاحبي، وتعرف الباسورد. طبعا كلنا عارفين انا بعمل الفلاتر بباسورد ليه، لان انا يعني مميز عن الناس اللي بتنزل على اليوتيوب كلها. مش غرور ولا اي حاجه، بس انتوا عارفين، يعني انتوا عارفين كده كويس. فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي عشان ما نطولش الشرح كده، هتكمل معايا الشرح للاخر وتعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه، بس كده يلا بينا. في بداية الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دي اهم حاجة. بعد كده عايزك تكمل معايا الشرح كامل، يعني بص والله العظيم شرح روقان. كل اللي عليك هتجيب كوباية القهوة بتاعتك او كوباية الشاي عشان هتضيف النهاردة مجموعة فلاتر. انت فاهم يعني ايه اول مجموعة فلاتر لعام 2023؟ لازم تكون جامدة عشان دي اللي هنبني عليها السنة الجديدة. اكيد الفلاتر دي لو مش كويسة ان انت مش هتحمل من القناة تاني. انا جايب لك يا صاحبي فلاتر النهاردة جامدة قوي، وما انتش خارج من الفيديو دوت غير وانت عارف تحملها. ولو ما عرفتش حتى في اخر الفيديو اخليك تتواصل معايا وانا اعلمك وكل حاجة. يعني انت مش هتخرج من الفيديو دوت غير وانت عارف تضيف الفلاتر. فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي تقدر وتعمل لايك لاخوك. بعد كده هنعمل ايه؟ هندخل دلوقتي يا رجاله زي ما انتم شايفين كده على برنامج اللايت روم اهو. طبعا رجاله لو دخلنا على اللايت روم زي ما انتم شايفين، سوري، ده ابلكيشن اللايت روم موجود عندنا كلنا. لو البرنامج ده مش موجود عندك يا صاحبي هتدخل عندي في الوصف هتلاقي لينك البرنامج. طيب بعد كده هنعمل ايه يا صاحبي؟ زي انت شايف كده اول واجمد 45 بريسيت جمدان يا جدعان، جمدان. بص يا صاحبي لو ضغطنا على كلمه بريسيت ونزلنا تحت كده زي ما انت شايف مفيش اي بريستات معايا موجوده. تمام كده عشان هنعمل خطوات مع بعض. وبالمره كده يا جدعان شايفين الصوره دي قبل وبعد؟ الفلتر ده من ضمن الفلاتر اللي احنا هنضيفوها، شايف الجمدان؟ طب يلا بينا نقول هنضيف الفلاتر دي ازاي. هنخرج كده مع بعض. اول حاجه تعملها يا صاحبي، طبعا اول حاجه الشرح ده للاندرويد. لو انت ايفون يا صاحبي هتلاقي شرح في علامه الايفون. بعد كده هتدخل على RER وبعدين هتدخل على الداونلود. ركز معايا يا صاحبي، طبعا الداونلود ده هيكون انا سايب لك توكلنا على الله اول مجموعه فلاتر في السنه الجديده. بجد يا جدعان انا متحمس للفلاتر دي اللي انت تضيفهم كده وتيجي تقول لي رايك في التعليق. بجد يعني بحب التعليقات اللي انا بجيبها في بدايه الفيديو دي. طيب بعد ما تحمل ده يا صاحبي، طبعا اللينك بتاعهم هتلاقيه في الوصف يا صاحبي، وفي اخر الفيديو اقول لك ازاي تحمله. كل اللي عليك بتضغط على المربع ده علامه صح كده، وبتضغط على السهم اللي باصص لفوق وتضغط على كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد. طب اجيب الباسورد ده منين يا عم بازوكا؟ الباسورد ده يا صاحبي بتسمع معاه الشرح كامل بتعرفه، بقول لك اول رقمين كذا وتاني رقمين كذا، فانت كده كده بتسمع الشرح عشان تعرف الباسورد. تمام، فيعني كمل معايا الفيديو عشان تعرف الباسورد. اكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. بعد ما تكتب الباسورد يا صاحبي زي ما انت شايف هتضغط على كلمه موافق كده. زي ما انت شايف كده فك الضغط معايا والدنيا تمام. دي اول خطوه والدنيا تمام قوي كده، عملنا اول خطوه تمام. تعالى بقى للخطوه الثانيه اللي ناس كتير قوي بتقع فيها وبسببها ما بتعرفش تضيف الفلاتر. طبعا لازم تحمل مدير الملفات ده يا صاحبي. بص اندرويد 12 11 اي حاجه حمل مدير الملفات ده. ليه؟ لان في ناس كتير قوي لما بتدخل من مدير الملفات بتاع التليفون وبتيجي تدخل على الداتا مش بتلاقي ملف الداتا، بتلاقيه فاضي، ما بتلاقيش فيه ولا ملف اللايت روم ولا اي ملفات. ده تحذير مهم جدا، لان يعني الفتره اللي فاتت اغلبيه الكومنتات انا مش لاقي ملف الداتا، انا مش لاقي ملف الداتا. بص يا صاحبي كل عليك تحمل البرنامج ده من متجر بلاي اسمه مدير الملفات، المساحه بتاعته 5 ميجا. بعد ما تحمله هتفتح البرنامج بالواجهه دي كده. كل اللي عليك اهم حاجه في الموضوع كله اللي انت توافق على الصلاحيات، ويظهر لك علامه زرقاء تحت كده هتضغط على كلمه السماح بالتطبيق. كده البرنامج هتلاقيه ظهر معاك ملف الداتا وتقدر تستخدمه في اي حاجه حتى غير اللايت روم. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده تدخل على التخزين الرئيسي وبعدين هتدخل على الداونلود وهتدخل على الفلاتر كده صاحب اهوت. هتضغط على واحد ضغطه مطوله بالشكل ده كده، ركز معايا. وبعدين هتضغط على العلامه اللي فوق دي كده هتلاقي علم لك كل الفلاتر. كل اللي عليك هتضغط على كلمه نسخ. طبعا اخواتي اول باسورد معانا هيكون 20. بعد ما تضغط على كلمه نسخ يا صاحبي ركز معايا بقى نعمل ايه عشان ما تعملش اي خطوه غلط. هتخرج كده صاحبي خطوه اهو زي ما انت شايف. بعدين يا صاحبي بعد ما تخرج هنا كده عند الملفات هتدخل على الاندرويد، ومن الاندرويد للداتا. او بص يا رجاله يعني انا اندرويد 12 المفروض ما الاقيش حاجه في ملف الداتا،
لقيت اهو الملفات. ليه بقى؟ عشان حملت مدير الملفات ده من متجر بلاي ووافقت على الصلاحيات. طيب بعد كده تدخل ايه؟ بعد كده تدخل على اللايت روم فايل كده، احنا خلاص يعني على وشك اهو. هتدخل على تاني واحدة، هتدخل على اللي هي زرارات كتير، بروفايلز ستينج يوزر ستايل. كل اللي عليك يا صاحبي هتضغط على كلمة لاسك. زي ما انت شايف كده يبدأ يضيف معاك الفلاتر من غير اي مشاكل، و50 فلتر هنشوفهم دلوقتي مع بعض. اهم حاجة انت لو ما عملتش لايك لاخوك اتأكد ان انت عملت لايك يا صاحبي. زي ما انت شايف كده يا صاحبي الفلاتر جامدة قوي، والمفروض كده اتضافت معانا. طيب تعالى بقى ندخل على برنامج اللايت روم، عشان في ناس كتير قوي بتدخل على البرنامج ما بتلاقيش الفلاتر. انا اقول لك المشكلة دي فين. اول حاجة كده انا لو دخلت على البرنامج الاقي الفلاتر. ليه؟ اقول لك ليه. بص يا صاحبي، اول حاجة كده ندخل اهوت على عودة بافضل 50 بريسيت، مش ده خالص سوري، افضل 45 بريسيت. يا جدعان نزل لكم بريسيت جامدة غير دي برضه على فكرة. كل اللي عليك يا صاحبي تضغط على كلمة بريسيت هنا اهوت. زي ما انت شايف كده يا صاحبي نخرج اهو، تلاقي معاك هنا 45 بريسيت تدخل عليهم. طبعا ده اول فلتر، ده تاني فلتر. الناس بقى يا جدعان اللي بتقول لي بندخل على اللايت روم مش بنلاقي الفلاتر، بص يا صاحبي انت بتكون عامل ايه؟ انت بتكون فاتح برنامج اللايت روم في الخلفيه بالشكل ده كده وانت بتضيف الفلاتر. طيب اعمل ايه؟ اعيد الطريقه تاني ولا اعمل ايه؟ لا، هتخرج منه كده اهو وتيجي داخل عليه تاني، بس كده بس كده. لان الخطوه دي بيقع بص فيها ناس كتير قوي، يعني بص الناس كتير قوي بتقع في الخطوه دي. زي ما انت شايف كده يا صاحبي انا عندي فلاتر اللايت روم كتير جدا لسه ما نزلتش، فانا بفكرك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه كده وتفعل الجرس. تعالى يا صاحبي نجرب كام بريسيت كده عشان ننهي الفيديو بتاعنا ما يطولش اكتر من كده. زي ما انت شايف يا صاحبي الصوره قبل وبعد. انا بقول لك الفلتر ده من ضمن الفلاتر، عايز ايه تاني بقى؟ روح بقى تصور صوره في مكان جميل زي ده كده وضيف عليها الفلتر وشوف الجمدان. كل اللي عليك هتضغط على كلمه بريسيت. طبعا يا صاحبي ده بريسيت رقم 9، بريسيت رقم 10 اللي هو الجمدان بتاعنا، رقم 11 البلاك. فلتر ده جامد واكتر فلتر مطلوب الفتره اللي فاتت، البلاك الغامق. يعني مفيش فلتر مش هيمشي على الصورة أنا واثق. يعني 50 فلتر كبداية سنة إن شاء الله، يعني هيعجبوا ناس كتير قوي. 50 أو 45 هيعجبوا ناس كتير قوي قوي. بص يا صاحبي الصورة قبل وبعد، انت عايز أحسن من كده فين؟ الناس بقى اللي بتاخد الفلاتر يا صاحبي يعني مش بتمشي على الصورة بتاعتك وكده، الغلط ده عندك انت يا صاحبي. انت ما تتصورليش صورة سيلفي أو صورة في البيت عندك وعايز تضيف عليها الفلتر وتلاقي حاجة تانية خالص. لا، انت اطلع تصور في مكان زي اللي انا بجيب لك عليه الصور ده كده، اماكن زي دي كده في اي مكان، وبعد كده خد الفلتر ضيفه هتلاقي الدنيا تمام معاك. طبعا اخواتي تاني باسورد معانا هيكون 23. انت بقى صاحبي لو معرفتش تضيف الفلاتر او حصل معاك اي مشكله يبقى انت قدمت الفيديو، وكل اللي عليك ترجع تسمع الفيديو كامل تاني عشان تعرف طريقه اضافه الفلاتر. وبالنسبه للباسورد انا قلت بصوت وانا بشرح رقمين في رقمين. متنساش بقى تعمل لايك لاخوك وتشترك في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.